أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو نتطرق إلى جديد ملعب علي عمار بالدويرة، وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة السكن والمدينة ضمانا لجودة الأشغال والالتزام بالمعايير التقنية، أجرى اليوم 6 نوفمبر 2024 وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بالعريبي زيارة عمل والتفقد إلى ملعب علي عمار بالدويرة المدعو للابوانت، أين ترأس اجتماعا ضم كل من مكتب الدراسات مؤسسة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC ومدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر ومؤسسة الإنجاز بعد متابعة العرض الخاص بأشغال الملعب وقراءة التقرير المتضمن جميع الأشغال المنتهية وتلك التي توشك على الانتهاء، وهذا إثر أعمال الشغب التي عرفها ملعب علي عمار المدعو للابوانت مؤخرا. عدة محاور تم التطرق لها، لا سيما التجارب الميدانية لمختلف الأنظمة المتضررة جراء ما عرفه الملعب من أضرار بعد أعمال الشغب. السيد الوزير أكد على المواصلة في الأشغال وإعداد تقرير نهائي عن جاهزية الملعب مباشرة بعد استكمال كل ما تبقى من الأشغال. إذن هذا هو جديد ملعب علي عمار بالدويرة، وجماهير المولودية تنتظر بفارغ الصبر العودة لهذا الملعب واحتضان مباريات المولودية في ملعب علي عمار بالدويرة. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.